السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. بقى النهارده هعمل لكم طريقة القرنبيط الكنتاكي، حاجة كده وهم حكاية، والله حكاية. انا هنا عندي قرنبيطتين، هبدأ ان انا افكهم من الاسترتش اللي فيهم واغسلهم كويس. وبعد ما نغسلهم ان شاء الله نبدأ نحط حلة على النار ونحط فيها مية، وننزل بمعلقة ملح عليهم وورقتين لوري ومعلقة كمون، ونسيبهم لحد ما يغلوا. هنا بقى انا غسلت القرنبيط بتاعه، بسم الله ما شاء الله، عطفل اهو. هبدأ ان انا اقطع الزهرات بتاعته، اقطعها صغيرة، زهرات صغيرة كده، انا مش عايزاها كبيرة. كل ما تبقى صغيرة معاكي احسن. تمام. شفتوا الحجم بتاعها قد ايه؟ انا مش عايزاها كبيرة خالص. نخلص بقى الكمية بتاعتنا دي كلها، تكون المية ان شاء الله بتاعتنا غليت، ونبدأ ننزل بالقرنبيط فيها لحد ما يستوي معانا في المية. يستوي السوا اللي هو بتاعنا، مش ان هو يتري معانا سوا حلو كده، اكنك هتاكليه. يعني مش عايزه اطلعه برضو ني، يبقى مستوي حلو. نزلت بالكميه بتاعته كلها في الحله، هبدا اقلبها واغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي معايا. كده تمام، كده استوت وعد زي الفل، بسم الله ما شاء الله. نسمي الله بقى ونخش على الخلطه بتاعتنا. انا معايا هنا بيضتين وملح وخضار وكمون والسبع بهارات وفلفل اسمر وكزبره ناشفه والملح بتاعنا وتوم مهروس وكوبايتين دقيق، كوباية ونص حليب، نص كوباية نشا. هبدأ انزل بالكوبايتين الدقيق بتاعوتي، ومعاهم نص كوباية النشا، والبهارات بتاعي اللي هو عبارة عن فلفل اسمر والسبع بهارات، الكمون، الكزبرة الناشفة، ومعلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر، والملح طبعا بتاعنا اكيد. ونقلب الحاجات دي كلها كويس مع بعضيها. نقلبهم كويس. ادي الملح. ونبدأ نقسم كمية الدقيق دي نصين. تمام زي الفل. نركن النص اللي احنا خدناه نركنه في جنب، وننزل هنا على النص ده بالبيضتين بتاعتنا وكوباية ونص لبن ننزل بيهم. طبعا لو مش عندنا حليب ممكن نستخدم مية عادي خالص. ونزلنا بالثوم والخضار بتاعنا اللي هو كزبرة وبقدونس، انا ما بحط الشبك معاه. نقلبهم كويس لحد ما البيض يمتزج مع الخلطة بتاعتنا ما شاء الله. تمام كده الخلطة بتاعتنا خلاص اهي. هبدأ انزل بالقرنبيط في الخلطة بتاعتنا، وبعدين نخش على الدقيق. ننزل بالقرنبيط في الخلطة وبعدين الدقيق.
ايوه كده تمام. ننزل في الدقيق بتاعنا. والله كأنك عاملة كنتاكي. جميل جدا على فكرة. انا ولادي الاول ما كانوش بياكلوا، لما عملت لهم بالطريقة دي كلوه. ما شاء الله. انا مش قادرة اوصف لكم والله على الجمال والحلاوة. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب يا حبايبي يعجبكم. يا ريت لو عجبكم اضغطوا لي لايك واشتراك وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي يا حبايبي.